اهلا بيكم، معاكم عبد العزيز حسين محامي الاستئناف على مجلس الدوله. ازاي تعرف ان تم تحرير محضر ضدك ولا لا؟ هقول لك. حصلت ما بينك وما بين شخص مشكله، فانت قاعد قلقان يا ترى عمل لي محضر يا ترى لا، فانت لازم تقطع الشك باليقين. تروح الاسم التابع ليك، تابع لمحل اقامتك. طب لو الواقعه حصلت في مكان تاني، فهتروح الاسم اللي حصل في الواقعه. بمعنى انا دلوقتي اسم مدينه نصر اول، يبقى هروح اسال في اسم مدينه نصر اول اتعمل محضر ضده ولا لا. طب لو الواقعه حصلت في النزهه، هروح اسال في اسم النزهه ان اتعمل محضر ضده ولا لا. هتدخل الاسم في دفتر الاداري ودفتر الجنح، فهتشوف الفتره الزمنيه اللي تم فيها المشكله بينك وبين الشخص ده، وليكن الفتره تمت من 10 ايام. فهتروح تسال، هتقول له لو سمحت انا عايز اشوف اتعمل لي محضر ولا لا. هيقول لك اديني البطاقه باسم مين، هتقول له فلان اتفضل البطاقه. هيبحث في الدفتر من 10 ايام لحد يومنا هذا. طيب لو اتعمل ضدك محضر، يبقى ايه اللي يحصل؟ هتاخد رقم المحضر وتروح النيابه التابعه ليك، وليكن اسم مدينه نصر اول. هتاخد رقم المحضر وتروح على النيابه في محكمه مدينه نصر. هتسال هل المحضر اتحال جلسه ولا لسه في العرض، ولا اتحفظ، ولا هو كان واخد جنح واتحال اداري. فبالتالي لازم يكون معاك محامي يعرفك الحاجات دي كلها. طب في حين انك ماشي في الطريق وانت لا سالت على محضر ولا سالت على غيره، واتفاجئت كمين فقال لك عليك حكم غيابي بسبب الموضوع اياه، المشكله اللي حصلت اللي انت طنشتها اصلا وكبرت دماغك، والشخص ده عمل لك محضر وانت ما انتش عارف. فبالتالي كمان هتحتاج لمحامي وتتوجه لمحامي يعرفك الاجراءات. هيروح يسال على القضيه ويشوفها، يعمل معارضه، وبعد كده يحضر جلستها. عايز اقول لك خلي بالك، ما تنساش نفسك، واعمل لكل حاجة حساب. تحياتي، لو احتجت اي حاجة احنا تحت امرك في اي وقت.